الشامي 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 كل يعني المعجبين والمعجبات. ما يعني الواحد هيك بيقول اف. هالشاب يلي خرق وعمل هالظاهرة. حتى أنا جوا هلأ كنت بالمكتب إني سمعت الضجة قبل ما أعرف إنك أنت وصلت. أهلا وسهلا فيك بالنهار فيك يا حبيبة قلبي. بالبودكاست. دايما هيك سؤالي to fill your strap، إذا أنت بتحب تعرف عن حالك على طريقتك، كيف الشامي بحب يعرف عن حاله؟ بقول انه شاب عمره 22 سنة، هاوي، بيحب الموسيقى. ما كان عنده معرفة اصلا بالقواعد الفنية ليتبعها. ما سنحت له الفرصة ليتعلم شو هي القواعد الفنية ليتبعها، فشكل قواعده الخاصة وانطلق بالموسيقى وعمل اللي هو بيحب يعمله. وهينا هون. شكلت قواعدك الخاصة بكل شيء، يس. يعني من أنت وطفل ومشكل قواعدك الخاصة، صح أو صح لا؟ صح اليوم عمرك 22، صح. بس من عمر 9 سنين أو يمكن قبل، هلأ رح تخبرني، مشكل هالقواعد الخاصة. ورح بلش من هالسؤال. اوكي. بنتي اللي عمرها 9 قالت لي شو اسمه؟ وقفت هيك أنا وإسراء زميلتي وبعدين هيك قلنا رح نسألك السؤال، شو اسمك؟ اسمي عبد الرحمن فواز. أوكي. هالطفل اللي كان اسمه عبد الرحمن وبعده اسمه عبد الرحمن، واليوم هو الشامي اللي كل هالناس اللي بتتابعه بحبوا أغانيك، وفنان وظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي. آه، مين هو؟ ما قلت لك هو هذا الشخص يلي يمكن الدنيا ما عطته الفرصة ليتعلم القواعد، فلما شكل قواعده الخاصة صابت. وهذا الشي مش بس انت اول ما قلتي لي بأول عدتنا قلتي لي بس تسمعين بتقولي اوف. مش بس انت بتقولي اوف، انا اللي بعدني عمول اوف. هذا الشي مش بس مبهر لإلك، هذا الشي مبهر لإلي. كنت عم بحلم، كنت عم حاول، كنت عم خطط، بس لما بنلمس النتيجة حتى انا بعدني عمول اوف. عم بتقول أوف. هاي الأوف مسؤولية كبيرة وعمرك 22، وهيدي الأوف فيها تكبرك وتكبر أكتر. قديش بتمسك على حالك وبتشتغل على حالك تضل على الأرض؟ لأنه اليوم أنا هذا الشيء بيهمني عبرك. في كتير شباب أو ناس بتكبر وأكبر بالعمر بيصيروا مش قاشعين حالهم وبينسوا، وبس يرجعوا على الأرض بياكلوا الضربة. قديش واحد لازم يبقى نفسه، لأنه هذا الشيء بخوف. فهاي الأوف بتخوف ومسؤولية اكيد كبيرة بتخوف. بين إيديك. كنت بعد كل شي كبير بصير بحياتي، بعد كل شغلة كبيرة بتصير بحياتي، لما بدي ادعي لله ما اقول له يا ربي التواضع، اقول له يا ربي عدم الادراك. ما تخليني ادرك، لانه اذا بدي ادرك وافهم اللي عم بيصير مستحيل يحملني راسي. أوف. فكنت عم بدعي اني ما افهم، بكفي اللي حوالي اللي بوثق فيهم يفهموا ويوجهوني صح. انا ما بدي افهم، انا اتركني عبد الرحمن، لانه بمجرد ما فهمت مستحيل يحملني راسي. بتصير بهذا المجال وبظرف سنة أو سنتين بتصير أشياء كتير كبيرة. يعني مثل كنت عم بسأل حالي شو يعني الناس عم تقطع كتير كيلومترات وعم بتنط على مناطق عالية مش لتأذيك لأنه بتحبك. مم. بس تعدي وتسألي حالك هذا السؤال أكيد بده يتملكك الإيجو، وأكيد بده يتملكك الغرور بدون ما تحسي. فشو يعني؟ فكنت عم بدعي الله ما بدي أفهم، ما تفهمني هلأ ليصير مخي قادر يفهم ويتحمل اللي بده يفهمه. فهمني. رح تضل تشتغل على هالشي تقدر تحافظ على التواضع وما يكبر الإيجو، لأنه أيام الإيجو بيصير العدو تبع الإنسان وبيروحه. أول شغلة فهمته بهذا المجال إنه مرض أي فنان أو اللي ممكن ينهيه مبكرا هي بعض الأشياء الشخصية، اللي أغلاطه الشخصية مش المهنية. المهنة بتحمي أحيانا إذا اشتغلناها صح، والغرور. فالاثنين بعتقد إني أنا محافظ على حالي فيهم لحتى ما أوقع فيهم. ودام عندي هاي الفكرة من كتير بكير إنه أنا بدي أحفظ حالي وأحفظ مهنتي، لأنه أنا كتير بحترم اللي أنا بعمله. بعتقد ما بعمري بوصل لهي النقطة. بدي أرجع لطفولتك، بس قبل ما أرجع لطفولتك وقبل ما بعدين أحكي عن المهنة والمستقبل، مش رح سميه جنون، بس في ظاهرة يلي هالشباب والصبايا يلي بيطلعوا على المسرح، يلي الجنون هو الشامي، يلي بس بدها تغمرك، يلي
عم نشوف على يعني عم نشوف على السوشيال ميديا يلي تركها خطيبة ومستعدة ما عندها مشكلة انه يتركها خطيبة بس لانه هيدي الصورة او هيدي الغمرة. يعني هالحب كله كيف قدرت، كيف وصلت له، كيف صارت، يعني شو بتفسره وقديش بتصدق بتقدره كتير وشو كتير بتقول للناس؟ كتير سائل حالي عن ليه. ليه انه اوكي بعمل موسيقى، في كتير بيعملوا موسيقى، عندي ابداع، اوكي في كتير ناس عندهم ابداع، ليه؟ شو في؟ ولا مرة وصلت لنتيجة مطلقة، دائما الامر كان نسبي. بس يلي قدرت اعرفه انه هن بيحسوني قريب منهم. لما بنرجع لنقطة القواعد الخاصة، انا بحاول افسر الامر من جهتي ليه. فبقول يمكن لاني لما شكلت قواعدي الخاصة، هاي القواعد خلتني كتير قريب منهم. ما اتبعت المعتاد بين الفنان وجمهوره، لا، انا قريب منهم، بفتح لايف كمان على الستوري، بطمن عليهم نجحوا بالمدرسة. تخيلي انه في عشرات منهم انا بطمن عليهم على الانستغرام وبيطمنوا علي. انا ما في غيب يومين عن السوشيال ميديا، لازم بصيروا بيحكوا مع رفقاتي، بيحكوا مع الدنيا كلياته بدقدهم. إنه في يكون راخية مثلا، لا، بس في علاقة أقرب من كونها. في تأثير معين، هن إلهم تأثير على حياتي وأنا إلي تأثير عليهم معين، أكبر من فن بعتقد. لهيك بمرحلة من هالمراحل الجديدة، آم، صرت أعتني بثقافتي وبشخصي، لأنه عرفت إنه هن بيحبوني أنا، ولازم أنا أهتم بأنا أكتر من فني. مش يعني أهمل فني، لا، بس يعني لازم أهتم بأنا وهن بيحبوني أنا. فيهم يسمعوا هاي الغنية على يوتيوب، وفيها بعد ما تسجل حفلة يسمعوها، بس عم بيحضروا عم بيجوا من كتير بعيد ليشوفوني أنا، لأنه بيحبوني أنا. فلازم أهتم بهذا الأنا لحتى يكون ما في شي مثالي بالحياة، بس يكون أقرب للشخص اللي كتير منيح. إذا هن عن جد بيحبوه، إذا بدهم يتمثلوا فيه، يكون حدا منيح. قد مهم اللي عم بتقوله، اهتم باللي أنا، بالشخص اللي أنا هو أنا. واليوم جيلنا بنتخانق معه، يشتغل على أنا، على شخصيته، على تعليمه، على تربيته، على حياته، على تطوره بالحياة، على كيف يقشع الأمور. يمكن كمان مثل ما أنت عم بتقول، يعني أنت فنان انفلونسر مشهور موجود، عم تتعاطى مع هالجمهور، بدك تكون مثل لألون، مش إنه أنت بس بتغني. وهذا مثل لأنه هن في كتير بيعتبروا كل شيء صار هين من وراء السوشيال ميديا، أو الواحد فيه يوصل بسهولة من وراء السوشيال ميديا. وهذا رح نبلش بحياتك هلا، بعدك عم نتأخر لأنه كل شيء بتخبرني خبرية أهم، بتقلي جملة أهم من التانية. قديش هذا الشيء الواحد يشتغل على الأنا، على إذا بدك الإنسان، من على يومين حاله. كنت عم بحكي معهم هيك، أنا بحكي معهم كتير على الانستغرام، باخد أسئلة منهم وبجاوبهم وهيك. فكانوا عم بيقولوا لي على فكرة إنه إذا أنت بتعيش كتير فنيا أو ما بتعيش كتير. فقلت لهم الفكرة اللي كل شي عم باخده جديد، لأنه الحالة أصلا كلها جديدة، فعم بتعلم إشياء كتير بسرعة. فقلت لهم إذا بدكم، تعلمت إنه كان عندي إيمان بالفن، بس اتعلمت من التجارب التانية إنه لازم ما يكون الإيمان المطلق بالفن، لازم يكون الإيمان أنت بنفسك. إذا أنت مآمن بنفسك، ما فيك بقى ولو نهار الفن بيقولوا خوان، مجد باطل إلى آخره، بس أنت مش خوان، أنت مش مجد باطل. أنت إذا بتثقف حالك وبتشتغل على حالك وبتطور نفسك وبتكون إنسان منيح على الصعيد الشخصي، أنت بتعيش. وقديش هذا الشيء صار أكتر، يعني بدك تشتغل أكتر على حالك، لأنه أكيد. عندك شغلك يلي هي الموسيقى، وتشتغل على صح. موسيقتك وشغلك ومهرجاناتك وحفلاتك، إلى جانب أنك تشتغل على حالك. يعني هذا شيء كتير صعب. إيه، وفي يعني دائما في مسؤوليات لكل إنسان، بالأخص لما بيوصل لمرحلة معينة من المجتمع. بيكون له هاي المسؤولية، عنده بيكون عنده مسؤوليات، حتى أحيانا تفاصيل صغيرة بس بدنا نعتني فيها. علاقتنا مع الرفقة، علاقتنا مع العيلة، علاقتنا مع الناس اللي بيشتغلوا معنا، علاقتنا مع جمهورنا. بيفكروا انه الفنان تغير، هي الحقيقة انه هن بيكونوا عم يتغيروا حوالينا، ونحن بدنا نكون دائما عم نستوعبهم لانه الدنيا عم تتغير. ففي كتير مسؤوليات للفنان. هل بتصير شايف حالك وثقيل وما بدك تتقرب من الجمهور، شو رح تحب حالك أو رح ما توصل لهالشي اكيد لا، بحياتك؟ وما بعتقد اني بيوم من الايام حوصل، لانه بقول لهم جملة دائما انه شكرا لانكم هون، لانه بالمطلق بسببكم انا هون.
طلع هيك بالكاميرا، شو بتقول لكل المحبين؟ انه دائما مثل ما قلت لك بقول لهم اياه، انه حرفيا لو ما انه هن موجودين، لو ما الحب اللي بيعطوني اياه ما في يكون هون. كل الشيء اللي انا عايشه وكل الاشياء الحلوه اللي انا اخذتها بحياتي بس لانه بيحبوني. طب اللي بيحبوك شو النصيحة اللي بدك اياهم انه يمشوا معك فيها؟ آه، آمن بحالك انت، وبس بحالك انت. ما تسمع حتى لو انت بنظرك هذا الشخص كتير قريب وعم ينصحني، نفسك هي الأصدق دائما، وهي الأعلم بحالك وأعلم بقدراتك. فدائما انت كون مصدق نفسك وعارفان شو بدك واتبعها للآخر. ولو أخدتك لمكان مش اللي بدك إياه 100%، بس بتكون وفيت لنفسك، لأنه نفسك هي الوحيدة اللي حتوفي معك للآخر. حلو. عمري 9 سنين او اصغر، من وين بدك تبلش تحكي؟ 9 سنين هي اللي بلشت، يعني قبل ال9 سنين شو كانت. بتتذكر قبل ال9؟ بلش لي كل حياتك، خبرني اياه. قبل ال9 كنت إذا بدك ولد كتير هادي. أمي كانت تحطني على الكنباية لأحضر على التيفي. ممكن ضل 7 8 ساعات بدون ما أتحرك، بس عم بتفرج. هذا الولد كتير هادي، كنت شاطر بالمدرسة. وعائلة متماسكة، وما في أي مشاكل بحياتنا أبدا، كله منيح. إلا أني هيك شوي مختلف. هذا الاختلاف كان باين من عائلتي ومن كل الناس إنه أنا شوي غير. بس كل شي تغير وكل شي صار لازم يؤخذ بمحمل الجد بعد ال9 سنين. كل شي قبل الطفولة لذيذة، وبعتبر انه طفولتي كانت حلوة. عائلتي منيحة وحياتي منيحة، ونحن وضعنا المادي مش سيء. كنت احصل على اللي بدي اياه تقريبا، وكل شي كان منيح، ودراستي مرتاح فيها. بعد ال9 سنين بلشت تتغير الحياة، لبلشت الحرب السورية. هون بلشت افهم انه لا. ابي دايما بحمله هذا الغلط، بقول انه كنت معيشنا باللا لاند، ما بنعرف الدنيا. فلما بنكبر شوي، او لما باجي بعد عمر ال9 سنين، انه بحس بدي لومه لأبي انه طلع في كذب بالدنيا. ما ليه ما خبرتني انت؟ ما كنت بعرف انه في كذب. مثلا في اشياء صرنا بدنا نفهمها عن جد. قد ما كانت حياة مثالية قبل هذا العمر، في اشياء كتير صغيرة وبديهية، بس انه لا، ما كنت عارفة انه هي موجودة بالدنيا هالقد. بيك ما كان عم بكذب عليك. هلا كان عندنا مقابلة مع عالمة نفسية عم بتقول مضطرين بهيك عالم ببلدنا ببلدان مثل منطقتنا انه نكذب على اولادنا تما نحسسهم هالقد ونحملهم هالقد اوجاع ومصايب، لانه دايما عنا صفحة ورا التانية من المصايب. فيمكن كمان بفهمك، بس انه يمكن هذا الوضع المنطقة كلها للأسف اللي عم نقشعه، وبشاعة الحروب كلها اللي عم نعيشها. ايه، بس كنت بتمنى اكون مدرك اكتر من هيك، لانه او او يمكن بقول الحمد لله، لانه اجت بهي الطريقة. وهيك مثل الكف، كنت سمي كل درس بحياتي كان مثل الكف. فبقول اني تعلمته بصم، ما بقى بغلط بالدرس، حفظته. كل رحلة لجوئي بعد ال9 سنين وكيف كنت، وما عم بفهم. هلا انا راجع، هلا انا رايح للأبد. حارجع اشوف حارتي بعد 3 4 ايام وخلص بتنتهى. بس اللي صار انه كيف مجرد ايام كنا كتير رواق، وصار في حرب. وكنت عم شوف اشلاء، وشوف جثث بحارتي، وشفت ولاد حارتي، الناس اللي انا كنت عم بكبر معهم، مرميين بالارض لما انا فت على الحارة، وجثث ودم. عمري 9 سنين. ولما طلعنا وكان عم بيقول لي يا ابي انه لكم يوم نرجع، ومر على هالكم يوم ومنرجع شي 13 سنة. وكنت للأسف. 13 سنة وانا مآمن بانه بعد كم يوم بنرجع. لا، ولا مرة فقدت إيماني بالمطلق، لأنه أول ما صارت الحياة صح معي رجعت. أول شي قررت أعمله إني أرجع على سوريا، وما بعرف ليه. نسيان أغلب الأمور. طلعت 9 سنين وشكلت حياتي وشبابي ومراهقتي وعلمي كله برا، بس ما بعرف ليه. إنه يمكن صار عندي هذا التحدي، إنه إيه كم يوم ومروا هدول، لأ بس أنا عن جد بدي أرجع. قد ما مر وقت بدي أرجع، ليه ما رجعت؟ فما كانت رحلة سهلة هال 12 13 سنة. وكانوا قاسين،
مو بس عليه. واغلب الاشياء اللي بكتب عنها ما بتكون بتمثلني بس انا، بتكون بتمثل ابي، بتكون بتمثل اهلي. لانه كنت طفل بيراقب. يعني كنت اقعد بالبيت ما بحكي ما بعبر، بس براقبهم، براقب ابي شو مشاعره، وبفهم اشياء يمكن ما لازم افهمها. انه ليه بدي افهم انه ابي بعد كل اللي بناه بحياته راح هلا ترجع. عم يرجع يبني ببلد جديد من اول وجديد. صح. ولد عمره 11 سنة 10 سنين، ما لازم يفكر بهالجوانب هي. بس كنت عم فكر بأبي شو عم بحس، وبأخي اللي ماتوا رفقاته، وبأخي الصغير اللي عم يكبر ببلد لجوء، وبأختي وكلياتنا ما حدا عرفان شو مصيره، ما حدا فهمان شي، وبقينا ما فهمانين شي. ورح ولهلا نضل مش فاهمين ولهلا شيء. ماني فهمان شي. من يومين كنت عم حاكي أخي بألمانيا، عملوا نحن رجعنا، فبدك ترجع وعنده هي الشقف بالنص. بنى أغلب حياته بألمانيا وبس أهله تحت، بس هو حياته صارت بألمانيا. فلحد الآن نحن مشقفين. أنا جزء مني بقي بتركيا مثلا، وجزء مني بلبنان، تعلقت بهالبلد كتير، وبسوريا، وأهلي بسوريا. صار في تشقفنا، كل حدا بميل. وآخر هيك مكالمة جماعية مع العيلة قلت لهم نفقدوا الأمل من إنه نجتمع، لأنه بقت المشكلة مش أحداث، مش إشياء، بقت المشكلة نحن. تقسمت حياتنا وتفرقت مشاعرنا تجاه الأشياء والبلاد، وما بقى فيها تنجمع بحياتها. حنعيش هيك. للأسف إنه هيدا حياتنا كلنا هيك، هيدا ظروفنا كلنا الموجعة والمؤلمة والصعبة واللي كلنا مشقفين. كل هالشعوب، شعوب المنطقة عم بتعيش نفس الشيء، وعم بتضل عايشة بهيدا الوجع. للأسف. للأسف، عن جد للأسف. وإن شاء الله عن جد نحن وعم نحكي ما نعود نشوف ولا حرب، ولا يا نشوف رب. ولا إنسان عم بيموت، ولا نشوف بقى ولا مصيبة. إن شاء الله نوصل لهالنهار، يا رب. شي نهار بالحياة. آه، تركيا، خبرني عن تركيا. شو أوكي. عملت؟ أول سنة من تركيا كنت بدي أدرس، بحب الدراسة و... وفت بالمدرسة. بعدين هذا اللي كان أوائل الكفوف تبع مش مثل سوريا. أنا سوري، بلشت أفهم شو يعني سوري برا، مش يعني سوري جوا. كلمة سوري برا كتير بتفرق عن السوري اللي أنا بعرفها، عن اللي تعلمناها بالمدرسة، اللي كلها مجد وقوة وقومية وعراءة وأشياء حلوة. بس كلمة سوري برا كتير بشعة للأسف. فبلشت أفهم شو يعني أنا سوري برا، وكل شي صار برا البيت بشع، كل شي. بس كنت عم كفي، ولأني كان عندي خصلة إنه أنا حابب وقف قدام مع أبي بهاي الفترة. ما بعرف، إنه كنت صغير بس حبيت أشتغل، أنا اللي طلبت واشتغلت وانخرطت بالمجتمع وتعلمت اللغة التركية تقريبا بثلاث أربع شهور. وهذا الشي اللغة التركية صعب، إنه تعلمتها بسرعة الحمد لله. وكنت أول حدا من عائلتي بينخرط بالمجتمع التركي وصير له أصحاب أتراك وبيشتغل ومدرسة وهيك. وكانت هاي السنين رغم صعوبتها عم تمرق. أبي كمان رغم صعوبة الأمر قدر يفتح شغل من أول وجديد، وقدرنا ننطلق. لا، مثل ما تعودنا ما في شي بمر هيك بضل بسهولة. بسهولة. لقرر أخي الكبير إنه ما بقى يتحمل الحياة بتركيا وبده يسافر. شو يعني بده يسافر؟ بده يركب بالبحر وبده يطلع تهريب على ألمانيا. هاي الشغلات اللي نعم. بنسمع عنها نحن، بس انت هلا حتصير معك ما عم صدق. انا بسمع انه في ناس عم تطلع تهريب على المانيا، بس انت هلا بدك تطلع. انا كنت صغير واهلنا كل ما عم بيصدقوا انه عن جد وصل لعنا ما بيقول وصل البلة دقنا. ايه، ما كان عم يسمع وخلص بده يسافر. وكان هو اول حدا من العيلة بيطلع. اذا بدك فيني سميها هالفقرة تشتت العيلة. طلع اخي. شفته؟ اكيد ودعته.
وصلته؟ لا، بس انه انا كنت معه لحد ما طلع من البيت، انه هو كان عم بيفتل على بيوت الكل، لان احنا عيلة منا صغيرة بتركيا كنا، فكنت معه طول الوقت لحد ما طلع بالسيارة وبده يسافر على مدينة تانية، ومن هنيك بده يطلع. اكيد كنت معه، رافقته بكل الوقت بأورفا. فطلع اول جزء من العيلة، وبعتقد هي كانت المفتاح تبع التشتت، وبعدها ما بقى شي يصير منيح بحياتنا. بعد فترة منا بعيدة مات أخي اوف. الصغير عمر بحادث سيارة. أسعفته بإيدي وأخدته على المشفى بإيدي، ونطرت 3 أيام ل توفى. وكان عنا هذا الأمل، لأنه أخي الكبير ما كان موجود هون، فحملت مسؤوليات أكبر مما لازم أحملها أو أفهمها بهداك الوقت. كان لازم يخبوا علي، ما بعرف. بس كنت عم شوف اشياء وتابع اشياء كانت كتير كبيرة. واذا بدك على الصعيد الشخصي، كانت عم بتقويك. هي القلبة، هي اللي امي من كم يوم قالت لي انه عم بتحاول تفهم شو اللي يغير شخصيتي هالقد. او ما قالت لي جملة كتير كبيرة، قالت لي يمكن بعد ما مات عمر اخدت شخصيته. قد إيه كان عمره عمر؟ 7 سنين، صغير. قد إيه كان عمرك؟ يعني 11 12، يعني هيك شي. هو كان رفيقي، ما كتير في فرق بالجيل. فالأحداث وتفاصيل الأحداث موت عمر جابت الهم للبيت، وبلشنا نفترق. أختي كمان طلعت على ألمانيا، بس مش بهذه الطريقة، طلعت نظامي أكتر. وفي أخت نزلت على سوريا، و... وبقينا أنا وأبي وأمي وأختي الصغيرة فجأة من بيت كبير وعائلة كبيرة وعائلة مرتاحة ماديا، وأبي تاجر بسوريا، لعائلة كل الهم والحزن نوعا ما. وكلياتنا مفرقين، وطول يومنا على التليفونات نطمن على كل جزء وين موزع، أو كل جزء عم يطمن علينا. بس اللي صار إنه في شي انكسر بعد ما مات أخي وتوزعت العيلة، وما بقى بيهمني شي. أنا في وقعدت بالبيت، ومن هذا الشخص اللي بيحب الحياة وبيحب يشتغل وبيحب يدرس وإلى آخره، لا ما بدي شي. شو نقطة التحول وموت عمر. من بعدها؟ افترقوا كل اخواتي. لا من بعد هيدا الشي. من بعد شو صار؟ ايه، كيف تحولت؟ قعدت بالبيت ما قعدت بدك شي؟ قعدت بالبيت وحرفيا ما بقى بدي شي. وشي 1.5 للسنتين ولا مرة قعدت على سفرة مع أهلي بقلب البيت، ولا رافض؟ مرة فطرت أو تغديت أو تعشيت معهم. لأنه منك قادر تقشع ما لي قادر أشوف هالمشهد. حدا. أه قعدت بهي الغرفة. كل اللي عملته، أنا أخي مات بالعيد، فاجتنا عيديات مثل أي ولد. رحت اشتريت فيهم أغراض تسجيل، وهدول اللي رافقوني بهاي العزلة. تقريبا بدي اقلك 2.5 3. قعدت بالبيت بلا ولا شي، ما بطلع الحلاق، شعراتي كانوا لهون، وما بشوف الشمس يمكن لأنه معكوس نهاري. ففي إنه أقعد شهرين بلا ما أشوف الشمس 3. لا تصدف مرة إنه أقعد مع أهلي على فنجان القهوة، بس ولا مرة صدفت نقعد معنا على سفرة. بهي الفترة إنه كان أبي يقول لي شغلة أنا وصغير، انه اكتر شي بيكبر الانسان وبيطوره هي العشرة، المعاشرة. وهي اول شغلة فهمت انه مو كل شي كان يقول لي يا ابي مثالي، وصح. اكتشفت انه اكتر شي كبرني بحياتي وخلاني اسبق حالي قبل ما موتة اسبق عمر. حدا هو عزلتي. مم. العزلة شو يعني؟ عم اقضي 16 17 ساعة 12 ساعة بالغرفة لوحدي. شو كنت تفكر بهالعزلة؟ لهلأ بعيونك هيك شو المشاهد اللي بترجع لك؟ اذا بدك كنت عم فكر ببعد
ما بعد هي المرحلة، لأنه كنت بعرف إنه قاطعة، بس أنا كنت عم أقول إنه معلش أنت بتستحقها. بس كنت كل الوقت 3 سنين عم ببني أحلام لبعد بس أطلع من هاي الغرفة شو هعمل. وكنت عم بعمل موسيقى وانشر على اليوتيوب، وكنت عم بقرا كتير. وصابني فضول بهديك الفترات للتاريخ، لأنه سمعت جملة إنه إذا بدك تقدر تعرف المستقبل بدك تقرا تاريخ. بدك تقرا تاريخ. فرجعت للتاريخ، إنه شو بدك الخلفاء الراشدين الأمويين عباسيين وعثمانيين، تاريخ سوريا المعاصر، حرب عالمية أولى تانية، أزمات اقتصادية سياسية شو من كان، الرؤساء وكيف طلعوا وكيف سقطوا، كل شيء سياسي وكل شيء تاريخي قبل 1400 سنة و2000 سنة بالمنطقة كلها قريتها أنا قاعد بالبيت. وكأني معزول عن الواقع، حرفيا معزول. يعني إذا بتسأليني شو كان عم بيصير حولك ما بعرف، أبوك عم بمر بفترات صعبة ما بعرف، أنا مش هون. شو إحساسهم هن كان بهالوقت؟ بعتقد إنه هي أصعب فترة بحياتهم، لأنه ولد مسافر وولد ميت وولد أعتقدوا بفترة من الفترات إنه خسروني. يعني بعتقد إنه بفترة من الفترات هن كانوا معتقدين إنه أنا مني بكامل قدراتي العقلية بالغرفة. اليوم إذا بقول لك الغربة، الهجرة، العزلة، الواحد يكون هالوحدة، الموت، كل هالكلمات شو بيعنوا لك؟ هدول الشامي. إذا حدا بده يفسر شو هو الشامي، هو اللي عديتيهم. ولا شي منيح شكل جزء من الشامي. كل الاشياء العاطلة والسيئة اللي مريت فيها كانت عم بتقوي جانب معين. لا، لما قرر اني انا بدي اطلع من البيت كون جاهز. يعني كل هالصعوبات يلي وصلت اليوم اي انا اكيد، شامي. انا اكيد، لانه عم بقدر اتعامل مع الحياة اللي كتير صعبة. الحياتي هلا والمسؤوليات بمرونة عالية، وكأني بعمل هذا الشي من 100 سنة، كأني بطلع على المسرح من 1000 سنة. كأني مارر بهالتجربة كتير. ما في شي، أكيد له رهبة، بس ما في شي حاسني عم خوضه أول مرة. كل شي سهل. هو بمعنى بفهمك، كل شيء سهل قد ما مرق صعوبات صح، بحياتك. هو أبدا منه سهل. ف كيف فتحت باب العزلة تكون وحدك وقررت تظهر؟ بالعزلة هاي كانت عم بتغير شكلي. أنا كنت شاب هيك نحيف قبل ما أنعزل. بهاي العزلة صرت ناصح، وجانا ضيوف لعنا على البيت، ويمكن لأول مرة بضطر إني غصب عني اظهر. تنخرق خصوصيتي، إنه أنا بدي أطلع وبدي شوف عالم لأول مرة غصب عني. فكان في إنه نظرة رجل الكهف علي، شعر طويل وسمين ضخم وهيك، بيحكي 3-4 كلمات كل 2-3 ساعات. فلو طول ضيوف، وقلت أنا بدي أتغير بس، ولا شي تاني، بدي أتغير. شو هالكلمة المهمة، لأنه هو الإنسان هو صاحب القرار. لأنه أنا كنت بعرف إنه بفترة أو بوقت معين حقولها وبدي أطلع، كنت متأكد. بس أيمتى ما بعرف، وقلت هلأ إجا وقتها. وطلعت من عزلتي هيك، وطلعت قصيت شعري. أول شغلة عملتها اشتريت شوية تياب. وبس أول فترة كان يصيبني، بعتقد إنه كان عندي رهاب اجتماعي قصير الأمد يعني. طبيعي. كنت بس أطلع من البيت وشوف عالم ضفيري يعلم على إيدي وتكون معرقة من كتر التوتر. وكتير أوقات شكلت عندي عادة، ما بمشي عرصيف. ليه؟ لأنه عرصيف في محلات بتركيا بيطلعوا بوجهك فبيكونوا الناس. واقفين عم يطلعوا علي أنا وماشي، ما بتحمل. وعند الرصيف في سيارات، بمشي ورا السيارات على الشارع، لأنه ما بقدر أتحمل أمشي على الرصيف. هي أول فترة إني اضطريت أطلع من البيت. بعدين قلت بدي أعمل عملية اللي هي بدي أقص معدتي وبدي أنحف. كان وزني 140 كيلو. يعني صعب إني أنطلق بالحياة اللي أنا بدي إياها، عم بحلم صير فنان بهاي الشي.
ورفضوا أهلي طبعا مثل كل شيء. وقررت رغم هيك إني أطلع أنا ورفيقي لوحدنا، ولا حدا من عائلتي طلع معي. أه وعملتها ورجعت على البيت، كان مش بطني، قلت لهم عملتها. وبعد شهر شهرين كنت قبل هاي الفترة، بس لقلك في شغلة كتير فارقة لازم أحكي لك عنها. قبل هالعملية بوقت مش كتير بعيد عملت غنية تشيل. هاي الغنية كتير مهمة. مزبوط، هلا رح نحكي فيها كنا. هاي الغنية اللي نقلتني موسيقيا، وبغض النظر عن النقلة هي اللي خلتني اخد اكتر المهنة على محمل الجد، وقول اجا الوقت قوم. وهي الهوية والنزوح. صح. ليه؟ لانه حسيت انه الناس اهتمت والناس حبت وسمعت. انا دغري قلت اجا الوقت، اجا وقتك اللي كنت دائما تحكي لحالك انه حيجي، هو اجا، قوم اشتغل. فقمت وعملت هاي العملية وعملت كل شيء وبعد شهرين 3 من العملية طلعت من عند أهلي وقعدت ببيت لحالي. وكنت كل شي عم بعمله هو اني اعمل موسيقى اكتر وطور من الموسيقى واتعلم اكتب ولحن وسجل وهندس لحالي بالبيت. بعدين كمان نقلت على اسطنبول لحتى اكون قادر صور كليبات اكتر، لحتى اكون قادر اعمل اشياء اكتر. لا طبعا لازم يكون في لا زلزال. زلزال تركيا. وصلني اتصال انه اهلك بخيمة. كان كل البقايا الاشياء اللي هو عملهم هالزلم الجبار ابي، عمل هيك شوية شغل وعنده البيت وسيارة واشياء، راح الزلزال. لأنه بعد الزلزال اجا طوفان. يعني كان الأمل الوحيد هو إنه هالاستقرار اللي شكلناه بهاي المدينة وفقدناه. اجوا لعندي على اسطنبول، قعدوا معي فترة ورجعنا غرفة. كمان هون تغير كل شي، لأنه فهمت إنه حتى البلد اللي كنت ضامنها اني بدي اعيش فيها وانا خلص حابة وبحس جزء من الانتماء لها وانه بعرف لغتها والي رفقة هنيك وهيك، لازم تتغير. ورحت قدمت. كنت من قبل من زمان كتير بقول بدي اجي على لبنان، لانه بعرف اذا بدي اكون احترافي وفنان محترف بدي اجي على بلد مثل لبنان، لانه هي الصناعة فيها كتير قوية. وسافرت من لبنان، بغض النظر انه واجهتني بعض المشاكل بالسفرة هي، بس سافرت وطلعت على لبنان. هلا ما اجيت على لبنان بطريقة سليمة، ما بعرف اذا لازم ينحكى بهذا الموضوع هلا او لا، بس بغض النظر جيت بطريقة كتير صعبة وما بعرف حدا تقريبا. وبلد جديدة. يعني بتعرفي رغم حبي كبير هلا لهذا البلد، قديه صار عندي انتماء له وبحبه، الا بس انه صعب تنفهم من اول مرة لما اكون عايش بتقريبا اوروبا. مش من أول مرة لهلأ الواحد ما بيفهم. بذكر انه كنت اخذ رفقاتي، اخذت بيت فوق، كنت اخذ رفقاتي لحتى يوصلوني على الطريق انه ما في ضوء. كنت خاف اول شهر شهرين بلبنان، كنت خاف امشي بالطرقات لوحدي، وكل شي كان غريب، كل شي. وانه جيتي على لبنان هي كانت بعتبر انه اخر قلبي بشخصيتي. هي اجت على مراحل، بس اخر قلبي حقيقية بشخصيتي كانت لما اجيت على لبنان، لما اضطريت واجه عالم الفن وانا عمري 21 سنة. واجهت عالم الفن، بس قبل بدي اسألك، ما خبرتني عن اول شغل كنت عم بتغسل صحون؟ اذا بدك، هو هذا المحل اللي بقلك يا لأبي، اللي قلتلك انه هو كان عامله بهذا الشغل. كنت اشتغل عنده بالمجلى. ليه بالمجلى؟ لانه هو في طابقين، طابق اللي هو المصنع وطابق المحل. انا ما في اشتغل بالمحل لانه بشوف ناس وناس بتشوفني، فانا قررت انه انا بدي اشتغل على المجلى لحتى اكون عم بعمل شي بالحياة. وبهاي الفترات كان في هيك مسجلة بالراديو بالمصنع تحت، فاسمع عليه موسيقى كتير. وانا اصلا كل حياتي رافقتني الموسيقى، ولا فترة بحياتي ما كانت فيها موسيقى. صير احط لحن وحاول اكتب ولحن انا وعم
عم بجلي. حس انه انا عم بعمل شيء، عم ملتهي يعني، وبس مخي مو هون. مهم. يعني مالي منتبه انه شو عم بعمل، ويمكن يقطع دوام الشغل كلياته وانا مالي مركز. يعني بيجي حدا بيحاكيني، بفوت بيحاكيني وبيطلع، انت او بعالمك. انه كانوا يضحكوا علي شوي، انه يكونوا قاعدين برا عم يشتغلوا فبيسمعوا صوت غنى من جوا، بس انه احيانا ما بكون على مسجله، بكون حاطط السماعات وانا عم دندنها للتلحينه براسي، بكون عم غني فبيسمعوها لبرا، بفوتوا بيتساءلوا علي. هاي الفترة ما كانت على فكرة من أصعب الفترات أو فترة سعيدة، أنا بحبها. ما كانت مأساوية. لا ما كانت مأساوية، أنا عن جد بحبها، لأنه بقول إنه هيك كان فيها نوعا ما سلام. ما عندي ما عندي خجل من نوعية شغلي كان. لا أساسا أنا مخبى. مش عيب الشغل على كل حال. وأنا أصلا يعني ما كنت بكره اللي كنت عم بعمله. وكنت عم بعمل شيء، يعني كنت عم بعمل موسيقى، أخلصها أكتب لحن، أرجع على البيت عندي سماعاتي واغراضي وتوشيبا رام 2 جيجا، افشل لابتوب بالعالم بس مشي حالي. ايه وعم بتعلم. يعني كنت بهي الفترة عم بلمس تطور الموسيقى عندي. اوكي غنية عن غنية عم بتعلم شي، هون عم بتعلم استخدم الفلتر الفلاني بهندسة الصوت وكذا. كانت فترة حلوة. عم ننقل هلا على 21 سنة، رسمت خط